بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الرقم 200 بحمده تعالى من قناة سلام الإعلامية المباركة في برنامج مع اللغة العربية. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيدا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. ونسألك اللهم أن تجمعنا دوما مع أحبابنا فيما تحب وترضى، وأن تجمعنا بهم كذلك في مستقر رحمتك إن شاء الله. أتضامن جدا مع الشعوب المضطهدة والشعوب الإسلامية تحديدا، وتحديدا أهلنا في فلسطين، وأهلنا في إريتريا، وأهلنا حيثما استضعف المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الأحباب الكرام، لا نزال في السيرة العطرة مع الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. اليوم سيداتي سادتي، في هذه الحلقة أتشرف أن نقلب وإياكم البيعة. ما هي الأحداث التي بويع فيها الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن كل الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا نقلب هذه الصفحات قراءة من عبقريات عباس محمود العقاد رحمة الله عليه وأحسن مثواه. يقول العقاد في البيعة في الصفحة رقم 722 من كتاب العبقريات: بويع لعلي بالخلافة بعد حادثة من أفجع الحوادث الدامية في تاريخ الإسلام، وهي مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان في شيخوخته الواهنة، بعد أن حصروه بين جدران داره، وكاد يقتله الظمأ لو أهمله القتلة بضعة أيام. وأفجع ما كان في هذه الحادثة أنها بلاء لا يدفع، وقضاء لا حيلة لأحد في اتقائه، لأن المسؤولين عنه كثيرون متفرقون في كل جانب يناصره أو يعاديه. فإذا امتنع الأعداء لم يمتنع الأصدقاء. نعم، فإذا امتنع الأعداء لم يمتنع الأصدقاء. وإذا بطل الشر الذي فيه اختيار لم يبطل الشر الذي لا اختيار فيه. وربما كان حسن النية وسوء النية هنا صنوين متساويين. فمن الأعمال المؤسفة التي عجلت بالفاجعة أعمال كثيرة أيها المشاهدون الكرام. نعم، كانت أعمال كثيرة هي التي أزكت الفجيعة أكثر، كما يقول العقاد. بدرت من عثمان نفسه، أو لعله أقدم عليها بعد قصد ومراجعة، وليست هي في تعجيلها ولا في سوء مغبتها بأهون من أعمال الأعداء. مضت السنون الأولى كما يقول العقاد في هذه الكتابة الهامة من تاريخ السيرة. نعم عزيزي المشاهد، يقول العقاد: مضت السنون الأولى من خلافة عثمان على خير ما كان يرجى لها أن تمضي في عهد خلافته. ثم تغيرت الأحوال فجأة من جانب الراعي ومن جانب الرعية لأسباب لم تكن طارئة ساعة ظهورها، وإن ظهرت عواقبها طارئات. وتتعدد الأسباب
التي أوجبت ذلك التغيير بعد السنوات الأولى، ولكنها قد تنحصر في سببين اثنين جامعين لغيرهما من الأسباب العديدة، وهما إمعان الخليفة في الشيخوخة واستمراء الأعوان لما نعم به من لين الخليفة ولين الرغد والمتاع. ولقد كتبت الأسفار المطولات في إحصاء المآخذ على عثمان رضي الله عنه، وكتبت الأسفار المطولات في تبرئة الخليفة من تلك المآخذ أو الاعتذار له بأحسن الأعذار وتفسيرها على أحسن الوجوه، لأن المسألة خرجت من أعداد المسائل التاريخية وانتقلت إلى ميدان النزاع بين الأحزاب والمذاهب وأقاويل الجدل والحجاج، فجعلها الشيعيون وأهل السنة ذريعة إلى تأييد مذهب وإنكار مذهب في الخلافة والخلفاء. وراح الأولون يبالغون في الاتهام كما يبالغ الآخرون في الدفاع، ولا طائل هنا من شرح هذا وذاك، ولا هو مما يقتضيه كلامنا الآن، وإنما المرجع فيه إلى تاريخ الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إلا أننا نجتزئ هنا بالإشارة إلى التذمر الذي أثار الفتنة والإلمام بأسبابه عند أصحابه، فمما لا شك فيه أنهم تذمروا لأسباب تثيرهم، وإن طال الشك والجدل حول نصيبهم من الخطأ والصواب. أهم هذه الأسباب أنه خالف بعض السنن التي اتبعها السابقون، وأنه أدنى أناسا من أقاربه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقصاهم عن المدينة، فاستدعاهم إليه بعد استخلافه وأغدق عليهم المنح والأموال، وأنه أطلق العنان لأبناء أسرته في الولاية والعمالة، ومنهم من اتهموه بإقامة الصلاة، وأنه منح سفيان بن حرب 200,000 درهم، ومنح الحارث بن الحكم زوج بنته عائشة 100,000 درهم من بيت المال إلى آخره. ولم تنقضي سنوات على هذه الحال حتى كثر المترفون من جانب والمتربون من جانب آخر، وشاع بين الجانبين ما يشيع دائما في أمثال هذه الأحوال من الملاحاة والبغضاء والتزيد بالتهم واللجاجة، وإضافة الأوهام إلى الحقائق في خلق ذرائع الخلاف والشحناء. ويدل على خطر مسألة الثروة في هذه الفتنة أن الناس تألبوا على الخليفة مرة، فأرسل في طلب علي ليصرفهم عنه، فلما قدم إليه استأذنه في إعطائهم بعض الرفد العاجل من بيت المال، فأذن له، فانصرفوا عن زعماء الفتنة وهدأوا إلى حين. ثم توافد المتذمرون من الولايات إلى المدينة مجندين وغير مجندين، وتولى زعامة المتمردين في بعض الأحيان جماعة من أجلاء الصحابة، كتبوا صحيفة وقعوها وأشهدوا فيها المسلمين على ما رأوه من ملاحظات في الخليفة. فلما حملها عمار بن ياسر إليه غضب وزيره مروان بن الحكم وقال له يعني كلاما لا يليق، فضربوه حتى غشي عليه. وفي مرات أخرى كان الخليفة يصغي إلى هذه الشكاوى، لكن العقاد كتبها الشكايات، ويندم على ما اجترحه أعوانه بعلمه أو بغير علمه، ثم يعلن التوبة إلى رعاياه ويؤكد لهم الوعد بإقصاء أولئك الأعوان وإخلافهم في أعمالهم بما يرضي المسلمين ويرضى الله، ثم يغلبه أولئك الأعوان على مشيئته فيبقيهم حتى كانوا، ويملي لهم فيما تعودوه من الترف وغير ذلك. وعلى رأس مروان بن الحكم أبغض أولئك الأعوان
إلى كثير من المسلمين، وكان بعض الوفود يشكون ولاتهم، فإذا عادوا إلى بلادهم تلقاهم أولئك الولاة بالأذى، وقتلوا بعضهم ضربا على ملأ من الشاكين الذين ينتظرون الإنصاف، فيعود المضربون والمضروبون إلى الشكوى، وينصرهم أجلاء الصحابة عند الخليفة. عزيز المستمع، يقول العقاد: حدث هذا مع وفد مصر، واختلفت الأقاويل في تأويله من ذلك، وغير ذلك كثير مما تحدث عنه الكتاب. وتوسط علي بين الخليفة والثوار، فاستمهلهم الخليفة 3 أيام يرد فيها المظالم ويعزل العمال المكروهين، فانتظر الثوار هذه الأيام الثلاثة تلبية لنصيحة الإمام علي. ومنهم من يسيء الظن ويرى أن الخليفة إنما يستمهلهم في انتظار المدد الذي طلبه من الأمصار. وانقضت الأيام الثلاثة وتفاقمت الفتنة، وأحاط الثائرون ببيت الخليفة عثمان لا يقنعون في هذه الكرة إلا أن يعتزل أو يسلمهم مروان بن الحكم أو يعزلوه عنوة. وجاء في رواية شداد بن أوس أن عليا رضي الله عنه خرج من منزله يومئذ معتما بعمامة رسول الله متقلدا سيفه، أمامه الحسن وعبد الله بن عمرو في نفر من المهاجرين والأنصار، حتى حملوا على الناس وفرقوهم، ثم دخلوا على الخليفة فسلم عليه علي، وقال بعد تمهيد وجيز: لا أرى القوم إلا قاتليك، فمرنا فلنقاتل. قال الخليفة: أنشد الله رجلا رأى الله حقا وأقر أن لي عليهم حقا، أن يهرق في السبي ملء محجمة من دم أو يريق دمه فيا. فأعاد علي القول، فأعاد عليه هذا الجواب، ثم خرج من عنده إلى المسجد وحضرت الصلاة، فنادوه: يا أبا الحسن فصل بالناس. فقال: لا أصلي بكم والإمام محصور، ولكني أصلي وحدي. ثم صلى وحده وانصرف إلى منزله، وترك ابنيه مع أبناء زمرة من الصحابة في حراسة دار الخليفة، ليعلم الثوار أنهم معتمدون على كل ذي خطر في الإسلام إن وصلوا إلى الخليفة بالاعتداء. عساهم إن علموا ذلك أن يتهيبوا المركب، فلا ينزعوا بالشر غاية منزعه. إلا أن الثوار علموا أنهم مأخوذون بالانتظار مغلوبون بالمطاولة، فتسووا أو تسوروا الدار، وولغوا في دم طهور لو هان على صاحبه أن تسفك الدماء في سبيله لعز عليهم أن يسفكوه. وللإضافة في مقتل عثمان الخليفة رضي الله عنهم وعبرة هذا المقتل مكان غير هذا المكان وكتاب غير ذلك. أيها الأحباب الكرام، لازلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وحلقة في برنامج مع اللغة العربية. أيها الأحباب الكرام، يقول العقاد: واتبع علي رضي الله عنه من اليوم الأول في خلافته أحسن السياسات التي كان له أن يتبعها، فلا نعرف سياسة أخرى أشار بها ناقدوه أو مؤرخوه ثم أقاموا الدليل على أنها خير من سياسته في صدق الرأي وأمان العاقبة، أو أنها كانت كفيلة باجتناب المآزق التي ساقته الحوادث إليها. فمن اللحظة الأولى أخذ في تجنيد قوى الخلافة الدينية التي لا قوة له بغيرها، فعزل الولاء الذين استباحوا الغنائم المحظورة وتمرغوا بالدنيا وطمعوا وأطمعوا رعاياهم في بيت مال المسلمين، وأثاروا على الخليفة عثمان سخط السواد وسقط الفقهاء المتحرجين والحفاظ الغيورين على فضائل الدين، ورد القطائع
التي وزعتها بطانة الخليفة عثمان بين المقربين وذوي الرحم، فصرفتهم عن وجوههم التي جعلت لها من إصلاح المرافق وإغاثة المفتقرين إليها على شرعة الإنصاف والمساواة. ورجع إلى خطة أبي بكر وعمر في تجنيد الصحابة الطامحين إلى الإمارة فتنة الولايات، مخافة عليهم من غوايتها وإبعادا لهم من دسائس الشيع والعصبيات. فلما طالبه طلحة والزبير بولاية العراق واليمن قال لهما: بل يبقيان معي لآنس بكما. وسأل ابن عباس: ماذا ترى؟ فأشار بتولية الزبير البصرة وتولية طلحة الكوفة. قال علي: ويحك، إن العراقيين بهما الرجال والأموال، ومتى تملكا رقاب الناس يستميلان السفيه بالطمع، ويضربان الضعيف بالبلاء، ويقويان على القوي بالسلطان. ولو كنت مستعملا أحدا لضره أو نفعه لاستعملت معاوية على الشام، ولولا ما ظهر من حرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي. نعم، يقول العقاد، إن هذه السياسة أغضبت منافسيه وطالبي المنفعة الدنيوية على يديه، ولكن السياسة الأخرى التي كانت تغضب أنصاره ولا تظن أي لا تضمن رضا المنافسين ودوامهم على الرضا والوفاق بينهم في تأييده، وكانت تخالف عقيدته التي يدين بها نفسه وأقرب الناس إليه، وتخالف وعده وعقيدة الناس فيه، ولكن يكون مالكا غالبا بسياسة الملك على كل حال. فإن لم يكن خليفة فما هو بشيء، وإن كان خليفة وملكا فهي خطة عثمان التي لم تستقم قط على وجهه من وجهيها، ومصيرها معروف. وإن كان خليفة ولا اختيار له في ذلك، فكل ما صنع فهو الحكمة كأحسن ما تراضى له الحكمة، وهو السداد كأقرب ما يتاح له السداد. وعلم أن قريشا لا ينصرونه، فنقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة، لأن قريشا كانوا هاشميين وهم لا يتفقون على بيعته، وقد تركه أقربهم إليه ورحل إلى معاوية طمعا في رفده، أو كانوا أمويين وهم حزب معاوية وأهل عشيرته وبيته، أو من آم، أو من تيم وهم حزب طلحة، أو من عدي وهم يؤثرون عبد الله ابن عمر بن الخطاب، أو من قبائل أخرى وهم كما قال قد هربوا إلى الأثرى. فإذا أقام بينهم فهو مقيم بين أناس لا ينقطع لهم طلب ولا يضمن لهم ولاء. ولم تمض أيام معدودات على مبايعة الخليفة الجديد حتى انتظمت صفوف الحجاز كله له أو عليه، فكان معه جميع الشاكين لأسباب دينية أو دنيوية، وكان عليه جميع الولاة الذين انتفعوا في عهد عثمان، وجميع الطامعين في الانتفاع بالولاية والأموال العامة، وحالة الخلاف الجديدة بينهم وبين ما طمعوا فيه، أي سدت بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون في القرآن الكريم، وحالة الخلافة الجديدة بينهم وبين ما طمعوا فيه. وعلى رأس هؤلاء طلحة والزبير، فحشدوا جموعهم إلى البصرة، وصحبتهم السيدة عائشة لأنها كانت ترغب في خلافة طلحة. لقيها ابن عباس على مقربة من المدينة وهو أمير على الحج من قبل عثمان، ولم يزل قائما بالخلافة، فقال له، أي قالت له عفوا: يا ابن عباس، أنشدك الله، فإنك قد أعطيت لسانا أزعيلا، أي ماضيا، أن تخذل عن هذا الرجل، تعني عثمان، وأن تشك فيه الناس، فقد بانت لهم بصائرهم وأنهجت
ورفعت لهم المنار وتحلبوا من البلدان لأمر قد جم. وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح، فإن يسر بسيرة ابن عمه أبي بكر رضي الله عنه. فأجابها ابن عباس: يا أماه، لقد حدث ما فزع الناس إلا إلى صاحبنا أي علي. فقالت: إني لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك. فلما بويع علي في المدينة لم تكن من أنصاره ولا مع الباقين على الحيدة بينه وبين خصومه، ولعلها لم تنسى بعد نصيحته للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإفك التي قيل إنه أشار فيها بتطليقها، فخرجت إلى البصرة مع المطالبين بثأر عثمان. وكانت هناك وقعة الجمل التي سميت بهذا الاسم لاحتدام القتال فيها حول جملها وهودجها. فانتصر علي وقتل الزبير، ومات طلحة بجرح أصابه في المعركة، وحسم القتال بالصلح بين الفريقين في الحجاز والعراق. على أن هذا النصر العاجل لم يخل من آفة تكدره وتنذر بالمخاوف التي يوشك أن يلقاها علي في حربه لخصومه الباقين بعد موت طلحة والزبير وأقوام معاوية ابن أبي سفيان صاحب الشام. فقد كشفت وقعة الجمل عن مصاعب القيادة في جيش المتمردين والمتذمرين، فإنهم يستحمسون في عقيدتهم، وهي فضيلة من فضائل الجيوش المقاتلة، ولكنهم من جراء هذه الحماسة نفسها عرضة للعناد والتمادي في اللدد وإعجال قائدهم عن إنعام الروية وانتظار الفرص المواتية. فلقد كان علي يميل كدأبه إلى مفاتحة الخارجين عليه في المهادنة أو المصالحة، وكان معه جماعة السبيئة أتباع عبد الله بن سبأ، وهم أخلص الناس له وأغيرهم عليه، ولكنهم لفرط غيرتهم ولددهم في عداوتهم لم يقتنعوا بما دون القضاء على خصومه، ولم يقبلوا التوسط في الصلح دون الغلبة التي لا هوادة فيها، فدهموا القوم وأوقدوا جدوى الحرب قبل أن يفرغ علي من حديث المهادنة والتقريب بينه وبين أصدقائه الذين خرجوا عليه. كانت هذه أولى العثرات الكبار التي أعثرته بها حماسة المتمردين والمتذمرين في جيشه، ولم تزل تتعاقب وتتفاقم عليه حتى مني بالعثرة التي لا تقال. وكان ذلك في وقعة صفين، فإنه نظر بعد غلبته في العراق فلم يجد أمامه خصما يقف في طريق الخلافة إلا جيش معاوية بالشام، فعمد معه إلى خطته التي جرى عليها مع خصومه كافة حيث كانوا وكانت منزلتهم من الجاه والقوة، ونعني بها خطة المسالمة والبدء بالإقناع. فطالت المراسلة بينه منه إلى معاوية ومن معاوية إليه، وفي مثل واحد منها ما يغني عن كثير. كتب إلى معاوية بعد وقعة الجمل وقد سبقته كتب كثيرة من المدينة، يقول فيها الإمام علي: سلام عليك، أما بعد، فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضي، وإن خرج عن أمره ردوه إلى ما خرج عنه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وأن طلحة والزبير بايعان ثم نقضا بيعتهما،
وكان نقضهما كردهما، فجاهدتهما بعدما أعذرت إليهما حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فادخل فيما دخل فيه المسلمون، فإن أحب الأمور إلي قبولك العافية، وقد أكثرت في قتلة عثمان، فإن رجعت عن رأيك وخلافك ودخلت فيما دخل فيه المسلمون كان أفضل. ثم حاكمت القوم إلى حملتك وإياهم على كتاب الله. أما تلك التي تريدها يعني الخلافة فهي خدعة الصبي، ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لا تجدونني أبرأ قريش من دم عثمان، وأعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا يدخلون في الشورى. وقد بعثت إليك وإلي من قبلك جرير بن عبد الله، وهو من أهل الإيمان والهجرة، فبايعه، ولا قوة إلا بالله. رد عليه معاوية طبعا، رد فيه شيء من ذلك، ولكنني سأدلف إلى مسألة أخرى، لا داعي أن نقرأ. يعني على الأقل نأخذ الجزئية الأخيرة. ومن رد معاوية هذا تبدو النية الواضحة في فتح أبواب الخلاف واحدا بعد واحد، كلما أغلق باب منها بقي من ورائه باب مفتوح لا ينتهي الخلاف بإغلاقه. عموما تقول الرواية: وزحف علي من الكوفة إلى صفين ووجد جيش معاوية على الماء، فنحاه عنه بعد أن أبى عليه معاوية أن ينحيه بغير قتال. بدأت العثرات، هكذا بدأت السنوات الأولى من خلافة الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. ولا نزال معكم أيها الأحباب نقلب شيئا من صفحات التاريخ. في واحدة من الصفحات وهي 750 يقول العقاد ويتحدث عن مسألة الخلافة: أيها الأحباب الكرام، السنوات الأولى والشهور الأولى كانت شهورا عصيبة على الخليفة، وأنا لا أود أن أدخل في الخلافات والأشياء. هي الأشياء التاريخية أحيانا هي دامية جدا يعني. فدعونا نعرج اليوم في هذا الجزء المتبقي، وهي الحلقة الأخيرة من حلقات الخلافة الراشدة، ندخل إلى حكومة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الكرار، ورضي الله عن كل الخلفاء الراشدين والصحابة جميعا. يقول العقاد في الصفحة 784: كانت الدولة الإسلامية الناشئة على شفا الخطر إبان الفتنة الداخلية بين علي ومعاوية، ولكنها وقيت منه لأن عوامل الأمان الذي يحيط بها كانت أقوى من عوامل الخطر الذي يهددها. وتتلخص عوامل الأمان في وقائين اثنين: أحدهما أن الإسلام كان دعوة طبيعية تلقاها العالم وهو مستعد لها مستريح إليها، فرسخت دعائمه وامتنعت أي قويت حدوده بعد أعوام قليلة من ظهوره، وسكن إليه الناس مؤمنين بدوام ظله وشمول عدله، سواء منهم من دخل فيه ومن آوى إلى حكمه وهو باق على اعتقاده. وثانيهما أن أعداء الإسلام كانوا في شاغل عنه بما أصابهم من الوهن وأحدق بهم من المخاوف. وربما صح في الفتنة الإسلامية يومئذ ما يصح في كثير من الطوارق التاريخية الكبرى، وهي أنها لن تكون شرا محضا في جميع عواقبها، ولا تخلو من الخير على غير قصد من ذويها. فإن هذه الفتنة قد أغرقت أعداء الإسلام بالانتظار،
وأوقعت في روعهم أنهم غنيون عن التحفز والوثوب الذي يشق عليهم جهده، وهم في تلك الحالة من الجهد والإعياء. فقنعت دولة الروم بهجمات ضعيفة تلقاها معاوية بالجلد والأناة، وألهى القوم عنه ببعض الأتاوات والنوافل، فتراجعوا متربصين إلى أن يقضي الخلاف بين المسلمين قضاءه، وهم وادعون مكفيون شر القتال. فكان هذا الانتظار الخادع جانبا من جوانب الخير في الفتنة الإسلامية التي فاضت يومئذ بالشرور. وعلى هذا انقضت أيام علي، وليس للحكومة الإسلامية سياسة خارجية تحسب من سياسات الفتوح أو سياسة الدفاع أو سياسة المفاوضة والاستطلاع، وكل ما يدور الكلام عليه من حكومة علي فهو من قبيل سياسة الحكم بينه وبين رعاياه، أو هو السياسة الداخلية كما نسميها في العصر الحديث. ومن اليسير أن نعرف سياسة الإمام بينه وبين رعاياه بغير حاجة إلى الإطالة في التعريف وسرد الأمثال، لأنها سياسة الرجل الذي شاء القدر أن يجعله فدية للخلافة الدينية في نضالها الأخير مع الدولة الدنيوية. فنحن نتخذ ما شئنا من طريقين متقابلين، فإذا طريق علي هي طريق الخلافة المنزهة حين تقابل الدولة الدنيوية مقابلة الخصم للخصم أو النقيض للنقيض، أو هي أقرب الطريقين إلى المساواة وأدناهما إلى رعاية الضعفاء. فالناس في الحقوق سواء، لا محاباة لقوي ولا إجحاف بضعيف. وقد عمد إلى القطايع التي وزعت قبلها على المقربين والرؤساء فانتزعها من القابضين عليها وردها إلى مال المسلمين لتوزيعها بين من يستحقونها على سنة المساواة، وقال: والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضياق. وفرض الرفق بالرعية عن كل وال، فلا إرهاق ولا استغلال ولو كانت الحكومة هي صاحبة الحق في المال. فمن وصاياه المكررة لولاته: أنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم فإنهم خزان الرعية، ولا تحسموا أحدا عن حاجته ولا تحبسوه عن طلبه، ولا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف، ولا دابة يعتملون عليها ولا عبدا، ولا تضربن أحدا صوتا لمكان درهم. ومن وصاياه في تحصيل الخراج والصدقات: أمضي إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ولا تخدج بالتحية لهم، ثم تقول: عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فأطلق معه من غير أن تخفيه وتتوعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، فإن كان له ماشي أو إبل فلا تدخلهما إلا بإذنه، فإن أكثرها له، فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به، ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعها، ولا تسوؤن صاحبها فيها، واصدع المال صدعين ثم خيره، فإن اختار فلا تعرضن لما اختاره، فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء حق الله في ماله، فاقبض حق الله منه، فإن استقالك فأقله. وكان دستوره في تحصيل الضرائب المفروضة على الناس: إن النظر في عمارة الأرض أبلغ من النظر في استجلاب الضريبة. فكان يكتب إلى واليه
تفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن جلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ولا يستقم أمره إلا قليلا، وإنما يؤتى خراب الأرض من أعواز أهلها، وإنما يعوز أهلها إسراف الولاة الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر. أما دستوره في الولاة والعمال فخلاصته ما كتب به إلى الأشتر النخعي، يقول له: انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا، ولا تولهم محاباة وأثرا، فإنهم جماع من شعب الجور والخيانة، وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام، فإنهم أكثر أخلاقا وأصح أعراضا، وأقل في المطامع إسرافا، وأبلغ في عواقب الأمور نظرا، ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى أو غنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو سلموا أمانتك. ثم تفقد أعمالهم، وابعث العيون من أهل الصدق والعيون عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية. وعلى هذه العناية عزيز المشاهد باستطلاع أحوال الولاة والعمال كان ينهى أشد النهي عن كشف معايب الناس، أو كما كان يقول في وصية ولاته: وليكن أبعد رعيتك منهم وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك. وكان ينهى عن بطانة السوء مع حثه على اتخاذ العيون والجواسيس، فقال في وصية لمحمد بن أبي بكر: لا تدخلن ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشر بالجور، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجعلهما سوء الظن بالله. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانا، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم. ولم ينكر قط شيء من سياسة التولية، ثم صنع مثله في عهده على كثرة الأغراء حوله باصطناع التقية والمداراة والهوادة قليلا مع الأقرباء وذوي الأخطار. ومن زعم غير ذلك من ناقديه في عصره أو بعد عصره فإنما هو آخذ في المقارنة بالأشكال والحروف دون البواطن والغايات. إذ كان مما قيل مثلا أن عليا أقام عبد الله بن عباس على البصرة، وعبيد الله بن العباس على اليمن، ومحمد بن أبي بكر ابن زوجته على مصر، وهم أقرباء وخاصة أهله، فهو إذن يصنع ما أنكره على حكومة عثمان من إيثار الأقرباء بالولايات وإقصاء الآخرين عنها. ولكنها كما قلنا يرى العقاد مقارنة بالأشكال والحروف دون البواطن والغايات، لأن المقارنة الصحيحة بين العملين تسفر عن فارق بعيد كالفارق بين النقيض والنقيض. فبنو هاشم لم يكن لهم متسع لعمل أو ولاية في غير حكومة الإمام، ولم يكن للإمام معتمد على غيرهم بعد أن حاربته قريش،
وشاعت الفرقة والشغب بين أعوانه من أبناء الأمصار، وهم مع هذا لم يؤثروا بالولايات كلها، ولم يؤثروا بالذي خصهم منها ليستغلوه ويجمعوا الثراء من غنائمه وأرزاقه، بل كانوا يحاسبون على ما في أيديهم أعسر حساب، وكانوا لتضييقه عليهم في المراقبة يتركون ولايتهم ويستقيلون منها، كما فعل ابن عباس حين هجر البصرة إلى مكة. وقد بلغ من حسابه للولاة أنه كان يحاسبهم على حضور الولائم التي لا يجمل بهم حضورها، فكتب إلى عثمان بن حنيف الأنصاري عامله على البصرة: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة، فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وقد ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. واستكثر على شريح قاضيه أن يبني دارا ب80 دينارا، وهو يرزق 500 درهم، وحاسب على أقل من هذا من هو أقل من شريح أمانة في القضاء وحرجا في الدين. فلو أن الإمام اختص أقرباءه بالولايات التي يحاسبون عليها هذا الحساب، لما كان في اختصاصه إياهم مستبيح حق ولا مستبيح بالمال، فكيف وهو لا يختصهم إلا بالقليل منها، ولا يختصهم وله مندوحة عنهم، أو يختصهم وهم دون غيرهم في القدرة والأمانة. فالمقارنة هنا مقارنة أشكال وحروف، وكل ما توحي إلى الناقد بها أنه يذكر الأقرباء هنا والأقرباء هناك. وقد انقسمت، يقول العقاد، طريقة الخلافة وطريقة الدولة الدنيوية في كل أمر من الأمور على عهد الإمام، ولم تنقسم في مسألة الولاء أو مسألة الاستقلال. وأكبر ما يذكر من انقسام الطريقين في عهده قيام الفكرة العالمية إلى جانب العصبية بالقبيلة أو بالوحدة الوطنية. فالدولة الدنيوية تشد إزرها بالعصبية الجنسية، والخلافة الدينية تشد إزرها بالإخلاء بين الشعوب وبطلان الفوارق بين الأجناس. وقد كانت القبيلة من أنصار الإمام تقاتل القبيلة من أنصار معاوية في سبيل الرأي والعقيدة، وكان أنصار الإمام أبدا من الفرس والمغاربة والمصريين أكثر من أنصاره بين قريش خاصة وبين بني هاشم على الأخص وبين قبائل العرب على التعميم. هذا الامتزاج بين الفكرة العالمية وبين إمامة علي أو خلافته هو أقطع الأدلة على الوحدة بين أوانه وأوان الخلافة، فإذا ذهب هذا وجب أن يذهب ذاك، أيا كانت السياسة المتوخاة وبالغا ما بلغ نصيبها من السواء والصواب. ولنا أن نعمم هذا الحكم الإنساني في كل شأن من شؤون الحكومة قضى بها علي في عهده أو عهود الخلفاء من قبله. فالروح الإنساني هو قوام الحكومة الإمامية، كما ينبغي أن يكون، وهو قوامها على ما كانت على يديه جهد الطاقة الآدمية، وهي طاقة لها ما لها من حدود. أيها الأحباب الكرام، نحسب أننا اقتربنا من نهاية زمن هذه الحلقة، وسنختم ما تبقى من حديث. أختار لكم بعض الصفحات لنعطر بها هذا المساء. ورحم الله الإمام علي والخلفاء الراشدين كلهم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين. عزيزي المشاهد، لعلنا نختم في مسألة القضاء والفقه في
حكومة الإمام علي، الخلافة الراشدة. يقول العقاد: أما القضاء والفقه فالمشهور عنه أنه كان أقضى أهل زمانه وأعلمهم بالفقه والشريعة، أو لم يكن بينهم من هو أقضى منه وأفقه وأقدر على إخراج الأحكام من القرآن والحديث والعرف والمأثور. وكان عمر بن الخطاب يقول: كلما استعظم مسألة من مسائل القضاء العويصة قضية ولا أبا حسن لها، قضية ولا أبا حسن لها، لأنه كان في هذه المسائل يتجاوز التفسير إلى التشريع، كلما وجب الاجتهاد بالرأي الصائب والقياس الصحيح. وروي عن المصطفى: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي أخباره ما يدل على علمه بأدوات الفقه كعلمه بنصوصه وأحكامه. ومن هذه الأدوات علم الحساب، الذي كانت معرفته به أكثر من معرفة فقيه يتصرف في معضلات المواريث، لأنه كان سريع الفطنة إلى حيله التي كانت تعد في ذلك الزمان الغازا تكد في حلها العقول. فيقال إن امرأة جاءت إليه وشكت إليه أن أخاها مات عن 600 دينار ولم يقسم لها من ميراثه غير دينار واحد، فقال لها: لعله ترك زوجة وابنتين وأما و12 أخا وأنت، فكان كما قال. انظر إلى هذه الفطنة السريعة والقدرة العالية. أعيد المسألة مرة أخرى. يقال أن امرأة جاءت إليه وشكت إليه أن أخاها مات عن 600 دينار، ترك 600 دينار ولم يقسم لها من ميراثه غير دينار واحد، فقال لها: لعله ترك زوجة وابنتين وأما و12 أخا وأنت، فكان كما قال. نحن إذا الرجل إذا توفي وترك زوجة وكم تأخذ في القرآن وفي التفسير، يعني كيف جمع هذا؟ لأنه باب العلم. وسئل يوما في أثناء الخطبة عن ميت ترك زوجة وأبوين وابنتين، فأجاب من فوره: صار ثمنها 9. وسميت هذه الفريضة بالفريضة المنبرية لأنه أفتى بها وهو على منبر الكوفة. وفي هذه الإجابات دليل على الذكاء وسرعة البديهة، فضلا عن الدلالة الظاهرة على العلم بالمواريث والحساب. وإذا قيل في قضائه أنه لم يكن أقضى منه بين أهل زمانه، صح أن يقال في علم النحو أنه لم يكن أحد أوفر سهما في إنشاء هذا العلم من سهمه. وقد تواتر أن أبا الأسود الدؤلي، عالما في اللغة، شكى إليه شيوع اللحن على ألسنة العرب، فقال له: اكتب ما أملي عليك. ثم أملاه أصولا منها أن كلام العرب يتركب من اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنيأ عن معنى ليس بالاسم ولا فعل. وأن الأشياء 3: ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر ولا مضمر. وإنما تتفاوت العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر، يعني اسم الإشارة، على قول بعض النحاة. ثم قال لأبي الأسود الدؤلي: أنح على هذا النحو يا أبا الأسود، فعرف العلم باسم النحو من يومها. قال له: أنح هذا النحو، أي سر على ذلك، منه باب النحو أو اسم النحو، علم النحو والإعراب وهكذا. وهذه رواية تخالفها روايات شتى تستند إلى المقاربة بين اللغات الأخرى في اشتقاق أصولها النحوية، ولا سيما السريانية واليونانية إلى غير ذلك. أيها الأحباب الكرام، في ختام هذه الحلقة أود أن أقول: نحن لماذا استعرضنا سيرة الخلفاء الراشدين؟
بدأناها من الخليفة الأول أبي بكر، ثم الثاني عمر، ثم الثالث عثمان بن عفان، ثم الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما جميعا. ورحم الشهداء في المعارك التي دارت بين الفرقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأولئك وهؤلاء. ولكننا نؤكد على أن الصحابة أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم خيرة قرون الإسلام. على الرواية المأثورة: خير الزمان قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، في معنى الحديث. فأولئك يعني صحابة أجلاء كرام كبشر. قد يكون كان عندهم اجتهادات من هنا وهناك، ولكنهم مبشرون بالجنة. كثيرون منهم دخلوا في خلافات وهم من العشر المبشرين بالجنة كما سمعنا في السير. وكلهم نصروا الإسلام، حيث كان النصر يعني ليس متاحا في ذلك الزمان العصيب. الآن نحن نقرأ هذه السير، ولكنها كانت في زمانها عزيز المشاهد يعني شيئا ثقيلا، وشيئا يعني فدوا هذا الإسلام فداء قويا بدمائهم وأرواحهم وجهادهم، ويعني صبرهم على دين الله سبحانه وتعالى وملاقاتهم لأعدائه. فقدموا ما قدموا، وأولئك رضي الله عنهم وأرضاهم كل الذين المهاجرين والأنصار. ولماذا استعرضنا ذلك التاريخ؟ لأننا نعيش زمنا يعني أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مخصوصا جناحاه. فهذه ناحية أحببنا أن نذكر الناس أن هذا الدين يعني لم يأتي بالسهولة، ولم يأتي هكذا تجد أباك مسلما وأمك مسلمة فتكون مسلما، ولكن هذا الإسلام جوهد فيه حق الجهاد يعني. هذه من ناحية. الناحية الثانية: العقاد يمتلك قوة في اللغة ورأي في الفكر، ولذلك ركنا إلى شيء أن نتعلم شيئا من أساليب التعبير والكتابة. كذلك من واحدة من الأشياء التي يعني نهتم بها في هذا البرنامج أن نربط الجيل ب يعني الكتب الأساسية في ما يمكن أن يتزود به الإنسان المسلم أيا كان عمره. وحتى الذين قرأوا مثل هذه الكتب وغيرها يعودوا مرة ومرات ليستنبطوا منها الحكم، ويستنبطوا منها ويستخلصوا منها التاريخ والتجارب والعبر. عسى ولعل قد تجد شيئا مما تحل به أزماتنا السياسية، أزماتنا الحكمية، وأزماتنا الإدارية في هذا العصر العجيب. شيء آخر برضو: الحديث عن أولئك الأخيار، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، الخلفاء الراشدين، بيت النبوة والعثرة والأنصار والمهاجرين، فيه شيء كثير، فيه الأجر الكثير يعني. ونبتغي هذه غاية وهدف نبيل كذلك، أن تتحدث عن أولئك. ما أكثر حديثنا في مسائل يعني. في هذه القناة نحن نتقرب إلى الله أكثر من خلال أعمالنا مع شيوخنا الأجلاء وأساتذتنا الكرام. ولكن لأنه أنا شخصيا أفتقد كثير من هذه الروحانيات فيما أعمل به في مجالات أخرى يعني. ولذلك نبتغي أجر الحديث والاستمتاع والأنس مع أولئك الصحابة رضوان الله عليهم. وإن شاء الله هذا التاريخ الإسلامي، نحن طبعا دخلنا في تاريخ شوية فيه أخذ ورد، فيه استشهاد، وفيه دماء، وفيه أشياء كثيرة. لكننا إن شاء الله ليس هذا هو الإسلام كله يعني. التاريخ الإسلامي فيه سير ناصعة يعني. ربما نفتح الإسلام في الأندلس كيف كان في يوم من الأيام يعني الدولة الإسلامية التي مدت أذرعها وحكمت بما يعادل يعني أكثر من ثلث العالم، قرابة نصفه كان تحت سيطرة وحكم ورشاد الدولة الإسلامية يعني.
ولذلك إن شاء الله سنأتي إلى تاريخ العطر بين فترة وأخرى، ولكننا سنعود إن شاء الله كذلك إلى رحاب اللغة. والحمد لله 200 حلقة بحمده تعالى. أنا لم أحصي برامج في حياتي أبدا، حياتي الإعلامية الممتدة لأكثر من كم 30 عاما، إلا في هذه القناة المباركة، ولذلك أنا أسميها مباركة يعني. 200 حلقة بحمده تعالى في اللغة العربية وما يتعلق بها، كتبا ومنشورات ونحو وثقافة وشعر وأدب، وختمناها بالسيرة العطرة للخلفاء الراشدين. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع حضراتهم إن شاء الله. كما وعدتكم إن شاء الله الحلقة المقبلة ستكون أخبار تسر، أخبار العالم الإسلامي، أختفيها إن شاء الله من هنا وهناك، وسنقدمها لكم سلسلة أخبار تهم العالم الإسلامي، يعني قريب وبعيد إن شاء الله. طبعا فيها برضو وجع الحالة الإسلامية، ما يعانيه المسلمون من أخبار، برضو سندلف إليها. وفي كل شهر إن شاء الله حيكون عندنا حصاد العالم الإسلامي خلال شهر، وثلاث حلقات من كل شهر ستكون مع اللغة العربية إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على المشاهدة، ويثيبنا كذلك على الاجتهاد والرغبة في إفادتكم. أيها الأحباب الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. كنت معكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما محدثكم أحمد شريف. تحياتي مقرونة دوما بتحايا الزملاء الفنيين والمخرجين. أسأل الله أن يثيبهم كذلك أجر العمل والإتقان، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.